ازاي تقيم المشروع قبل ما تشتري؟ تعالوا نبص على كام حاجة نقدر نقيم بيها المشروع قبل ما نحط فلوسنا. نسبة الإنجاز اللي اتعملت في المشروع. طيب في ناس بتقول ما في حاجة اسمها لونش، ده لسه رملة، ده لسه جدية حجز. على حسب الاسم والورق اللي انت داخل معاه. تاريخ المطور، مواعيد التسليم لو هو سلم حاجات قبل كده، نشوف عمل ايه قبل كده. جودة التشطيب، الكواليتي بيشطب ازاي، والتشطيب هنا مش يعني تشطيب شقق، لا، تشطيب من بره. التشطيب الخارجي أصعب بكتير لأن صياناته وشغله أصعب بكتير من التشطيب الداخلي. نشوف الخدمات، نسبة الإشغال، سعر المطور مع سعر السوق، لأن في ناس بصراحة بتبيع فلوس، بتبيع غلو، بتبيع تضخم. سعر الإيجار المتوقع لازم تبقى حاسبه. ROI يعني الريتيرن اوف انفستمنت اللي هم بيسموه العائد الاستثماري. واللوكيشن، المكان اللي انت هتشتري فيه. السيولة بتاعت المنطقة عاملة ازاي، وسهولة إعادة البيع لو انت بتفكر ان العقار ده بتفكر تعمل له ريسيل، او زي ما بيسموه الفليبنج يعني.